السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حمدي جد الله وأنت هنا بتتعلم إدارة. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات معلومة في الماركتينج، واللي عنوانها مين هو المشتري العقلاني أو المشتري العملي. في الحلقة دي هنتناقش ونتعرف على نوع تاني مهم من أنواع البايرز أو المشترين في السوق، وهو المشتري العقلاني أو المشتري العملي، أو ساعات بيقولوا عليه المشتري التحليلي. والمشتري ده نوع من العملاء اللي بياخد قرار الشراء بناء على التحليل الدقيق والحقائق، مش على العاطفة والانجذاب الشخصي للشيء اللي هو يشتريه. يعني المشترين دول بيعتمدوا على اللوجيك وعلى الداتا في تقييم المنتجات والخدمات اللي هم بيشتروها. وغالبا بقى يكون من الصعب التأثير على المشتري العقلاني من خلال القصص الشخصية او الكلام العاطفي، زي المشتري العاطفي اللي كنا خدناه قبل كده او اللي هو الايموشنال باير. وارجع لحلقة المشتري العاطفي لو حابب تعرف كل حاجة عنه. وخد بالك ان المشترون العقلانيون او المشتري اللي هو العملي ده يبانوا انهم منطوين ومنعزلين على نفسهم، لكن اكشلي هم ناس ملتزمين باتخاذ القرار الصحيح في انفاق اموالهم. وده بيخلي التعامل معاهم محتاج استراتيجي مختلفة عن التعامل مع بقية الانواع التانية من العملاء. احنا اتفقنا قبل كده ان كل نوع من انواع المشترين في السوق بيكون له مجموعة من الصفات او الخصائص اللي لازم اكون عارفها كويس كشركة عشان اعرف اتعامل معاه كعميل وما اخسروش بالنسبة لشركتي. ومن هنا اخدك لحتة مهمة جدا بقى. يلا بينا نتكلم عن خصائص او صفات المشتري العقلاني او اللي بيقولوا عليه المشتري العملي، واللي لخصتها لك فقط في 4 صفات او 4 خصائص اساسية للنوع ده من المشترين، وهم كالتالي. 1. بيركز على القيمة. المشتري العقلاني بيهتم بما إذا كان المنتج أو الخدمة بيحقق أكبر قيمة ممكنة مقابل الفلوس اللي هيدفعها أو لأ. يعني بيدور قوي على حتة قيمة مقابل سعر. يعني لو العميل ده نازل بيدور على موبايل جديد يشتريه، فهتلاقيه بيقارن المواصفات مع الأسعار لكل التليفونات المتاحة قدامه في السوق قبل ما ياخد قرار الشراء، زي عمر البطارية، سعة التخزين، والأداء وغيره من المواصفات. رقم 2. البحث والتحليل. النوع ده من المشترين بيستثمر وقت طويل جدا في البحث عن المنتجات وقراية التقييمات والتحقق من المصادر المختلفة. يعني لو المشتري ده عايز يشتري عربية مثلا، هتلاقيه داخل على مواقع بيع العربيات زي كونتاكت كار، هتلاقيه وهيدخل على جروبات العربيات على فيسبوك ويوتيوب ويعمل مقارنات ويقرا مراجعات المستخدمين والمشترين اللي قبله. مش بس كده، ده هيدخل على يوتيوب وانستا ويتفرج على فيديوهات ومراجعات للعربيات او العربية اللي هو عايز يشتريها، والمراجعات دي اللي بيعملها ناس مشاهير او هو بيثق فيهم او هم اهل للثقة. تالت حاجة او تالت خاصية من خصائص المشتري ده تجنب المخاطرة. المشتري العقلاني بيميل دايما يا عزيزي لانه يتخذ قرارات تقلل من المخاطر المحتملة، زي انه لو هيشتري منتج الكتروني وليكن لابتوب، هتلاقيه دايما هيروح يختار براند معروف ويكون بيقدم ضمان موثوق فيه وخدمة عملاء مميزة وخدمة ما بعد البيع تكون متميزة. رابع خاصية من خصائص المشتري العقلاني او العملي ده التفكير على المدى البعيد، التفكير على المدى الطويل. شوف يا صديقي، المشتري العقلاني ده راجل مش بيبص تحت رجليه ابدا، لا ده بيفكر دايما في ازاي المنتج او الخدمة اللي هيشتريها دي هتأثر على حياته، مش بس دلوقتي، لا كمان ازاي هتأثر على حياته على اللونج ران او على المدى البعيد. يعني العميل ده لو بيشتري او قرر يشتري نظام للطاقة الشمسية لبيته مثلا، مش هيهتم بس بالسعر والجودة اللي هتتقدم له دلوقتي، ولكن هيهتم كمان بتكاليف الصيانة والعمر الافتراضي للوحدات بتاعت الطاقة الشمسية دي. طب احنا دلوقتي عرفنا المشتري العقلاني او العملي ده، وعرفنا شكله ايه وخصائصه ايه وصفاته ايه. ما تيجي بقى نشوف ازاي انا كشركة او كبياع اتعامل معاه ازاي عشان اعرف ابيع له وما اخسروش كعميل او ما اخسرش البيعه بتاعته. عشان تبيع للمشتري اللي من النوع ده لازم تكون فاهم شويه حاجات وتجهز نفسك كويس انك تتعامل معاه بيها اول ما تشوف. والحاجات دي او المتطلبات دي زي ايه؟ 1.
قدم له بيانات واضحه ومعلومات مفصله. وانت واقف تبيع للراجل ده حاول توفر له جميع البيانات والمعلومات اللي ممكن يحتاجها عن المنتج او الخدمه بتاعتك، زي المواصفات او ايه هي الفوائد اللي هتعود عليه بعد اقتنائه للمنتج او الخدمه دي، والاسعار واي حاجه تانية ممكن يحتاجها. يعني لو انت كشركه مثلا بتبيع له برنامج ERP سيستم لإدارة الأعمال عنده، قدم له دايما أرقام حوالين إزاي البرنامج ده هيؤدي لتحسين الإنتاجية أو خفض التكاليف مثلا. 2. استخدم دايما وانت معاه أدلة وبراهين. النوع ده من المشترين بيحتاج لتأكيدات دايما، فحاول انك تعرض عليه مثلا آراء العملاء اللي انت بعت لهم قبل كده والتقييمات بتاعتهم لو هي موجودة على الموقع أو على الصفحة بتاعتك، أو حتى لو مسجل لهم فيديو بيشكروا فيه في الشركة بتاعتك أو في المنتج اللي أنت بعته لهم، أو ضمانات الجودة لو أنت واخد شهادات جودة معروفة من أماكن كبيرة ومعروفة ومعتمدة. يعني لو انت متجر الكتروني اعرض تحت كل منتج بتبيعه تقييمات العملاء عن المنتج بتاعك، زي مثلا امازون تلاقيه تحت كل منتج بيبيعه طارح تقييمات او عارض تقييمات العملاء عن المنتج ده او عن الشركة اللي بتبيعه، عشان تساعد العميل ده انه ياخد قرار مستنير. 3. جاوب على جميع اسئلته بوضوح. خليك دايما مستعد للاجابة على استفساراتهم بطرق دقيقة ومنطقية. يعني لو انت بحل مثلا بتبيع هوم ابليانس او اجهزة منزلية، خليك جاهز دايما مثلا لانك تشرح السبيكس بتاعت الجهاز او تفاصيل الضمان او عمليات الصيانة او خدمة ما بعد البيع او اي سؤال تاني يجي في دماغه. 4. اعرض عليه دايما مقارنة بينك وبين المنافسين. قدم مقارنة موضوعية توضح نقط القوة بتاعت منتجك مقارنة بالمنتجات الاخرى واللي موجودة عند المنافسين اللي حواليه. يعني لو انت شركة مثلا بتبيع خدمات الانترنت وباقات انترنت، حاول انك تعرض مقارنة عليه بحجم الباقة عندك وسرعتها، وحجم الباقة وسرعتها عند المنافسين اللي حواليه، وقد ايه كمان اسعارك تنافسية بالنسبة لحجم باقتك وسرعتها، وحجم وسرعة وسعر باقات المنافسين اللي انت المفروض انك افضل منهم. الخلاصة بقى او الزتونة، عايز اقول لك ان المشتري العقلاني بياخد قراراته بناء على بيانات وتحليلات دقيقة جدا، مش على عواطف والكلام العام. وعشان تفهم احتياجات النوع ده من العملاء وتتعامل معاه بشكل فعال، يبقى لازم توفر له كل المعلومات اللي هو عايزها وبشفافية مطلقة. مش بس كده، ده انت حاول تدعم البيانات دي كمان بالادله والبراهين، وتقدم حلول دايما تعكس القيمه الحقيقيه للمنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها. لو انت كشركه او بياع اعتمدت كل الاستراتيجيات اللي احنا شرحناها واتكلمنا عنها دي، انت هتكسب ثقه العميل العقلاني او العميل العملي ده، وهيشتري منك، وبالتالي هتزود فرص تحقيق مبيعات عاليه لشركتك، وبالتالي ماركت شير اعلى، ومن ثم ايرادات اعلى، ومن ثم نت بروفيت اعلى، وهو ده اللي انت عايز توصل له في النهايه. وبكده تكون حلقتنا النهارده خلصت، ويا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبتك الحلقه ما تنسانيش بلايك وشير وسبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.